فريق الفقيد الكوز ينهي أحلام نجوم التعاون ويتأهل إلى النهائي بطولة الصماد الرمضانية. المختار الماخذي نجم اللقاء الفقيد الكوز بشعر شركة العماقيل الصرافة. حضور ابن الجسامي وابن الكوز هيثم. تأهل أحفاد الفقيد الكوز بشعر شركة العماقيل الصرافة للمباراة النهائية على حساب فريق التعاون بعد فوزه عليهم بهدف نظيف في مباراة اعتبرها الكثيرون مباراة مبكرة. نهائي يضمن مباريات النصف النهائي في بطولة الصماد الرمضانية، والتي تقام تحت رعاية مصنع اسمنت عمران وبإشراف مكتب الشباب والرياضة. بدأت المباراة التي أقيمت عصر اليوم على أرضية الملعب المعشب بحماس وإثارة كبيرة من الفريقين، حيث تبادل الفريقان الهجمات منذ إطلاق صافرة الحكم حتى صافرة النهائية. وسجل الفقيد الكوز الأول هدفه الوحيد، هدف الفوز في الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 60 بعد خروج نجم التعاون سامي الشرعبي. في المباراة لأن سامي الشرعبي كان اليوم من نجوم اللقاء، لا يوجد في التعاون، يتمركز ويزعج دفاعات الكوز. لم يصمت فريق التعاون وشن هجماته المباغتة خلال مجريات الشوط الثاني عبر الخيواني الذي كان سيء في المباراة. دفاعات الفقيد بقيادة الصخرة عبد العزيز الجمعي كان في يومهم يمنع لاعبي التعاون من تسجيل أي هدف. التعاون سيطر على أغلب فترات الشوط، إلا أن أحفاد الفقيد الكوز كانوا في يومهم واستطاعوا مجاراة التعاون واللعب على المرتدات عبر النجم اللقاء مختار الماخذي، مما شكل خطورة على مرمى الخصم. ورغم قيام مدرب التعاون بإجراء عدد من التغيرات وإدخال عدد من المهاجمين وتغيير خطة اللعب، إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل بعد خروج سامي الشرعبي. وصدموا بالدفاعات الصلبة ومن خلفهم الحارس العملاق الذي لعب مباراة رائعة. وشهدت أجواء المباراة التي من جماهير الفريقين، وشهد باقي الوقت حالة من التوتر من جانب لاعبي الفريق، حيث واجه الحكم عددا كبيرا من الإنذارات. ومع اقتراب المباراة من نهايتها اشتعل الملعب بالإثارة والحماس، وازداد جمالا بهتافات جماهير الفقيد الكوز التي ساندت فريقها بشكل كبير. وبعد ذلك أطلق حكم المباراة القدير عبد الرزاق العشبي صافرته معلنا انتهاء الوقت الأصلي بفوز مستحق لفريق فقيد الكوز بهدف المختار والوصول إلى المباراة النهائية التي سيواجه فيها فريق نجوم المجد. عقب اللقاء قام بروح رياضية وإخلاص عالية من الشيخ بشير الجسامي بتكريم الأفضل في المباراة مختار الماخذي من فريق الفقيد الكوز، كما كرم هيثم الكوز نجوم فريقه بمبالغ مالية عبر الكابتن الفريق ابن جعفر. تقرير عبد الوهاب العشبي، ومن التعليق الصوتي ميمونة أحمد.